صباح الخير، عايز اوريكم جبت ايه من مكتبة الوان. جبت 4 الوان نوع باريس. النوع ده كويس، كان عامل 80 جنيه. وجبت من عندهم ازازة الزيت دي ب40 جنيه. سألت على نفس ازازة الزيت دي نفس المقاس بس نوع تاني، نوع نباتي، كان عامل 300 جنيه. وجبت من مكتبة تاني لان الفلوس معايا ما اتبقتش، جبت 3 فرش ب250. حد يجي يقول لي ليه الخامات غاليه، وانا اقول لك ليه. ونصيحه، حاول على قد ما تقدر انت ما تسترخصش في الخامات، لان كل ما بتسترخص في الخامات كل ما بتقلل من قيمه اللوحه ومن عمرها ومن جودتها. فبدل ما اللوحه تقعد معاك مثلا في سكه 50 سنه 60 سنه، هتقعد معاك 30 سنه. الالوان بتاعتها هتبهت اما هتشرخ. انا لان بحب الحاجه بتاعتي، حتى لو انا مش هبيع اللوحه انا حابب ان اللوحه تفضل معايا عمر طويل من غير ما يحصل لها اي حاجه. حاول على قد ما تقدر ان انت ما تسترخصش في الحاجه اللي انت بتجيبها.